حضر الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد القومي في جامعة القاهرة، وقد استقبل سيادته من أعضاء المؤتمر بالهتافات المدوية بحياته وحياة القومية العربية. وقدم الرئيس في بداية انعقاد المؤتمر السيد عبد اللطيف البغدادي ليتكلم عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية المتحدة. وأعلن نائب الرئيس في بيانه كل الحقائق والأرقام التي تساعد على أن يفهم كل مواطن صورة الغد ويتصور المستقبل خلال ال5 سنوات القادمة التي ستبدأ هذا الشهر. ثم قال إن مجموع ما سيصرف على الخطة في الإقليمين خلال السنوات ال5 2004 مليون من الجنيهات، وسوف توزع هذه المبالغ على جميع القطاعات بما يتلائم مع ظروف كل إقليم وما يعالج مشاكله الرئيسية. ثم قدم الرئيس المهندس نور الدين كحالة رئيس المجلس التنفيذي للإقليم الشمالي، وأعلن سيادته أن 1100 مليون ليرة ستصرف على الزراعة والري واستصلاح الأراضي، وسيرتفع الدخل نتيجة لها إلى 1275 مليون ليرة، وتزيد الأراضي المروية من 500 إلى 750 ألف هكتار، وستفتح أبواب العمل لحوالي 175 ألف عامل، وأن 509 مليون ليرة ستصرف على الصناعة، وسيتوفر العمل ل 25 ألف عامل. وقدم الرئيس لأعضاء المؤتمر الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية، وتكلم الوزير عن خطوط السياسة الخارجية وقال: إننا لسائرون إلى الأمام غير منحازين ولا مقلدين، بل حياديين إيجابيين، لا ذيولا تجر ولا آلات تدار، ولكن رؤوس أحرار تفكر في الخير وقلوب أبطال تنبض بالمحبة. إننا نذكر ما قامت به بلادنا في سبيل السلام العالمي، ونحن نحيي استقلال الشعوب الإفريقية المتحررة. وفي صباح اليوم التالي قدم الرئيس المشير عبد الحكيم عامر ليلقي بيانه عن سياسة القوات المسلحة. وعرض سيادته على أعضاء المؤتمر سياسة القوات المسلحة والدفاع الوطني، ثم قال: إن ولاء القوات المسلحة هو للشعب، وستبقى قواتنا المسلحة هي القوة العسكرية القادرة في منطقتنا برا وبحرا وجوا، ومهما سلح العدو إسرائيل فسوف نجد طريقنا إلى القوة، وسوف نفدي قطرات الماء من نهر الأردن بقطرات الدم، ولن تمر إسرائيل من قناة السويس. إن طائراتنا تسيطر على مجالنا الجوي، وغواصاتنا تسيطر على منطقة شرق البحر الأبيض. إننا نصنع الآن كل الأسلحة والذخائر التي يستعملها الجندي العربي. وقدم الرئيس بعد ذلك السيد كمال الدين حسين المشرف العام على الاتحاد القومي في الإقليم الجنوبي، وقال سيادته: إن اجتماع مؤتمركم هذا يعتبر خطوة حاسمة، إذ يعبر شعبنا جسر تاريخه نحو شاطئ أمانيه لمستقبل تسوده الرفاهية والسعادة والسلام. لقد اجتمع ممثلو الشعب وتياراته الشعبية في مؤتمرهم الإقليمي تربط بين نفوسهم أواصر المحبة والتعاون، تلك الأواصر التي اعتبرت دائما جزءا من حقنا العربي، ثم جاء فثبت جذورها وأحيا ثمارها القلب الكبير الذي قاد ثورة الشعب وأضاء لها طريق الخير، قلب جمال عبد الناصر. ثم تكلم السيد عبد الحميد السراج المشرف على الاتحاد القومي في الإقليم الشمالي فقال: إذا كنا نرى في الوحدة قدر الأمة العربية في تحررها وانطلاقها وخلاصها من الاستعمار، فإننا نرى أن الاتحاد العربي هو قدر الأمة العربية في صيانة كيانها الداخلي وإقامة مجتمعها المتحرر، وإنه لا يقترن في أذهاننا دائما هذا التكامل بين الوحدة والاتحاد، ذلك لأننا نؤمن أن وحدة قوية لا يمكن أن تكون في مجتمع ضعيف. وبدأت بعد ذلك اجتماعات 21 لجنة من لجان المؤتمر اشترك فيها الوزراء والأعضاء من الإقليمين. ففي لجنة الدفاع التي كانت تتسم بطابع خاص يتفق مع طبيعة الشؤون العسكرية واعتبارها على الدوام من الأمور التي تحرص جميع الدول على إحاطتها بالسرية التامة، كان أعضاء اللجنة من الذين يفهمون في الشؤون العسكرية،
وكان المشير عبد الحكيم عامر يرد على أسئلتهم في صراحة تامة. وقد حضر الجلسة الفريق علي عامر رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، والفريق محمد صدقي محمود، والفريق سليمان عزت. وفي لجنة التخطيط حضر الاجتماع السيد عبد اللطيف البغدادي نائب رئيس الجمهورية، حيث أجاب على الأسئلة والاستفسارات التي وجهها أعضاء اللجنة أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي لجنة التربية والتعليم حضر اللجنة السيد كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم المركزي، والدكتور أمجد الطرابلسي والسيد أحمد نجيب هاشم الوزيران التنفيذيان للتربية والتعليم. وقد تناولت اللجنة عرض الميزانية الخاصة بالتعليم والثقافة والعلوم والفنون التي زادت من 20 مليون جنيه قبل الثورة إلى 80 مليون. وحضر السيد زكريا محي الدين لجنة الإدارة المحلية والأمن، كما حضرها أيضا السادة عباس رضوان وعبد الحميد السراج وزير الداخلية التنفيذيان في الإقليمين، وحضرها أيضا وكلاء الوزارة في الإقليمين. وحضر لجنة الشؤون المالية والتجارية والاقتصادية الدكتور عبد المنعم القيسوني والسيدان حسن الصواف وحسن عباس زكي الوزيران التنفيذيان في الإقليمين، كما رأس اللجنة الدكتور حسين خلاف. وشهد الرئيس جمال عبد الناصر مختلف اللجان واشترك بنفسه في المناقشات. وصحب الرئيس في طوافه باللجان السيد كمال الدين حسين المشرف على الاتحاد القومي بالإقليم الجنوبي، والسيد عبد الحميد السراج المشرف عليه في الإقليم الشمالي. وفي لجنة الأسرة التابعة للجنة النشاط النسائي استقبلت السيدات المجتمعات الرئيس بالهتاف والترحيب، وجلس الرئيس وسط أعضاء وعضوات الاتحاد القومي واستمع إلى المناقشات، موجها لجنة النشاط النسائي إلى أن تعبر بقراراتها عن أماني الشعب، وتعبر أيضا عن المشاكل التي يحس بها الشعب وتحس بها الجماهير، وتصل إلى كيفية حل هذه المشاكل. وشهد الرئيس جمال عبد الناصر في مساء السبت 16 من يوليو الجلسة الختامية للمؤتمر العام للاتحاد القومي بجامعة القاهرة، وقد استقبل أعضاء المؤتمر الرئيس بالهتاف والتكريم. وأعلن الرئيس من المنصة الرئيسية بدء جلسة المؤتمر. وبدأ السيد كمال الدين حسين المشرف العام على الاتحاد القومي في تلاوة قرارات المؤتمر. وأعلنت القرارات إيمان المؤتمر بقوميته العربية وتصميمه على النضال في سبيل تحقيق أهدافها. كما أعلن المؤتمر إيمان الشعب العربي لأن الوحدة التي تحققت بين سوريا ومصر بقيام الجمهورية العربية المتحدة إنما هي طليعة الوحدة العربية الشاملة. كما أوصى المؤتمر بإنشاء جيش لفلسطين ليكون طليعة الزحف المقدس لاسترداد الوطن السليم، وأوصى بمساعدة الشعوب العربية في نضالها ضد الاستعمار وبتأييد شعب الكونغو المكافح. ثم قال السيد كمال الدين حسين إننا نحيي ابن الشعب البار الذي نظر جهده وشبابه ودمه للوطن، الرئيس جمال عبد الناصر. وبعد ذلك عرض الرئيس جمال عبد الناصر قرارات المؤتمر على أعضاء المؤتمر العام للاتحاد القومي للتصويت عليها، ورفع الأعضاء جميعا أيديهم معلنين موافقتهم الإجماعية. ووسط الهتاف والتصفيق تكلم الرئيس. الأول للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة. سوف تبقى الأيام التي عشتها مع مؤتمركم العظيم تجربة لا تنسى. لقد أتحتم لي أن أرى التاريخ حيا يتحرك، وأتحتم لي أن أرى الفكرة حقيقة تنبض، وأتحتم لي بل أتحتم للأمة كلها أن ترى ما ينظر أن يحدث. إن الحقيقة التي تجلت طوال هذا الأسبوع هي أن التجربة التي بدأتها أمتنا قد نجحت. رأيت التفاعل ورأيت التصادم، ولكني رأيت أيضا المحبة تجمع بين الجميع.
رأيت المرأة العربية التي كانت لا تملك تقرير مصيرها تساهم في وضع مصير الوطن. رأيت الشباب الذي كان مبعدا يتقدم ويأخذ مكانه في القيادة الوطنية في الصفوف الأولى منها. ورأيت الشيوخ يعطون حكمتهم بعد أن تخلصت من آثار التحكم الطويل الذي مارسه الدخيل قبل النصر. هذه التجربة أيها الإخوة المواطنون هي تجربة رائعة عظمى. هذه هي الديمقراطية التي نتمناها، ديمقراطية مبنية على المحبة وعلى التعاون، الديمقراطية المبنية على التخلص من كل أنواع الاستغلال، الديمقراطية السياسية التي تمكن كل فرد من أبناء الأمة أن يقول رأيه بدون أن يخاف وبدون أن يحس بالرهبة، الديمقراطية الاجتماعية التي تمكن كل بعد أن تخلصت من آثار التحكم الطويل الذي مارسه الدخيل قبل النصر. هذه التجربة أيها الإخوة المواطنون هي تجربة رائعة عظمى. هذه هي الديمقراطية التي نتمناها، ديمقراطية مبنية على المحبة وعلى التعاون، الديمقراطية المبنية على التخلص من كل أنواع الاستغلال، الديمقراطية السياسية التي تمكن كل فرد من أبناء الأمة أن يقول رأيه بدون أن يخاف وبدون أن يحس بالرهبة، الديمقراطية الاجتماعية التي تمكن كل فرد من أبناء هذه الأمة أن يعبر عن آماله في العدالة الاجتماعية، الديمقراطية التي كنا نتمناها طويلا، الديمقراطية التي تخلصت من الحزبية والأنانية والفرقة والبغضاء. أيها الإخوة المواطنون، الحرية تنتصر في كل مكان، وكانت قراراتكم اليوم التعبير عن أن هذا المؤتمر الذي تكلم باسم الشعب يؤيد الحرية في كل مكان، ولا يقبل بأي حال من الأحوال أن يبقى الاستعمار أو السيطرة أو التحكم أو تبقى مناطق النفوذ. لا يمكن لمؤتمركم الذي يعبر عن هذا الشعب الذي جاهد في سبيل الاستقلال أن يقبل السيطرة في أي جزء من العالم. الحرية تنتصر في كل مكان، ونحن نؤمن أننا ساهمنا في دفع تطورها، ونحن نؤمن أننا ساهمنا في دفع تدعيمها. واليوم أيها الإخوة المواطنون ونحن نعمل على تدعيم البناء الداخلي في جمهوريتنا، وجدنا لزاما علينا أن نؤيد دعوة الحرية في كل وطن عربي. وقد رأينا حينما جابهنا معركة السويس أن معركة السويس أثرت على كل شعب من الشعوب التي تعمل في سبيل الحرية والاستقلال. واليوم أيها الإخوة المواطنون يشعر كل فرد منا أن أي معركة من معارك الحرية تؤثر علينا، فإذا انتكست معارك الحرية في أي جزء من أجزاء العالم فإن في ذلك تهديد لحريتنا وتهديدا لاستقلالنا. ولهذا فإننا نؤيد معارك الحرية في كل وطن يعمل من أجل الحرية والاستقلال. إننا نؤيد معارك الحرية في الجزائر لأن الجزائر عربية. إننا نؤيد قضية الحرية في الكونغو لأننا نعتبرها قضية تمسنا، فإذا هزمت الحرية في الكونغو إذا هزمت الحرية في الكونغو فإن الحرية في العالم أجمع تصبح مهددة دائما. إننا أيها الإخوة باعتبارنا دولة إفريقية أسيوية نعلن أننا على استعداد لأن نساعد جمهورية الكونغو المستقلة الحديثة
بكل ما في طاقتنا. إننا على استعداد لأن نساعد جمهورية الكونغو لتدافع عن استقلالها، فإذا طلبت منا حكومة الكونغو أن نمدها بالسلاح فإننا سنمدها بالسلاح.